الوصفة دي كانت وش الخير عليا على قناتي على اليوتيوب. الوصفة دي كانت سبب ان ناس كتير ما كانتش بتحبها بقوا ياكلوها لما جربوا طريقتي. كل اللي جربها من ورايا انبهر بيها وبقت وصفة معتمدة عنده. يلا نبتدي ونشوف الجمال ده انا عملته ازاي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا معايا كمية من الكبد والقوانص، انا معرفش وزنهم ايه لان انا بحوشهم في الديب فريزر عندي. كل ما اجيب فراخ بحوش الكبد والقوانص بتاعته، اغلبيتنا طبعا بنعمل كده. تمام. انا فصلت ده عن ده وغسلتهم كويس جدا طبعا بملح وليمون، وبعدين صفيتهم بقوا عنده بالشكل ده. هعمل ايه؟ هبتدي دلوقتي ان انا اجيب ميه انا حطها على النار تغلي، واول ما تغلي هجيب ليمونه كبيره واقوم عصراها. بلاش خل خالص يا جماعه مع الكبد والقوانص واي طيور عموما، لان الخل بيظهر الزفاره. فانا كده عصرت ليمونه كبيره في الميه المغليه، ونزلت بالكبد والقوانص مع بعض على عصير الليمون. حطيتش اي حاجه خالص في الميه، مش محتاجه احط حاجه في الميه غير ان انا الليمون بيسحب اي ريحه زفاره، وبيعقم طبعا الحاجه وبيزودها نظافه اكتر. هعمل ايه؟ هرفع الكلام ده على النار لمده 5 دقايق بس، وبعد كده هبتدي ان انا اشيل الكبده من الميه دي، وهسيب القوانص لمده 5 دقايق تانية. يعني القوانص هتقعد 10 دقايق والكبده هتقعد 5 دقايق. طلعت الاتنين بعد الوقت اللي انا حددته معاكم. هبتدي ان انا اقطعهم التقطيعه بتاعتي اللي انتوا حابينها، رفيع كبير براحتكم. جبت طاسه سخنتها كويس جدا جدا على النار، ونزلت بيها بشويه زيت حلوين. ابتديت ان انا اشوح القوانص بس. نزلت الاول بالقوانص بعد ما قطعتها التقطيعه اللي حضراتكم شايفينها دي. هشوح كده حوالي 2-3 القوانص بتاعتي في شويه الزيت اللي انا حطيتهم، وبعد كده هنزل عليهم ب3 بصلات متوسطين. ايه كميه البصل دي كلها شماء؟ ما تقلقوش خالص، كميه البصل دي حلوه جدا على الكميه اللي انا عاملاها. والبصل دلوقتي هيدبل معاكم، الكميه بتاعته دي هتقل خالص. هشوح البصل مع القوانص لحد ما يدبل معايا تماما. اول ما البصل احس انه دبل هبتدي ان انا انزل بالكبده بتاعتي برضو اللي انا قطعتها. مقطعه الكبده اكبر شويه لان القوانص بتاخد وقت في التسويه، فانا كنت مصغراها. هقلب برضو الكلام ده كله، وبعد كده هنزل عليه بمعلقه صغيره من الثوم المفروم يتشوح مع الكلام ده كويس جدا، تشويحه حلوه. اول ما احس كده ان الثوم ريحته ظهرت هبتدي ان انا ابهر. حطيت ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بابريكا، وحطيت رشه قرفه. وخدوها مني معلومه وما تراجعوش ورايا. وحطيت كمان معلقه من الصلصه. معلقه الصلصه دي اختياري للي حابب لون الكبده تكون محمره شويه. قلبت كل الكلام ده كله مع بعض، ونزلت عليهم بنص مج ميه من الحنفيه عادي. وهبتدي ان انا اقلب. اول ما الميه دي تغلي هدي عليها النار واغطي الطاسه بتاعتي واسيبها تستوي على نار هاديه براحتها مده 10 دقايق كده ولا حاجه، على نار هاديه تشكشك معايا بالشكل ده. وهبتدي ان انا اكمل وانزل الفلفل بتاعي اللي متقطع. الفلفل ده انا اخر حاجه بحطه لاني مش عايزاه يدبل، مش عايزه لونه يتغير، عايزاه يبقى مصحصح كده معايا وياخد لونه الحلو. بديله تقليبه وكده. انا بهدي بقى النار خالص على الكبده وبسيبها. وفي طاسه تانية بحط معلقه توم تاني صغيره، عليها معلقه كبيره من هريسه الفلفل اللي انا عاملاه معاكم في القناه، وهنزل عليهم بمعلقه من السمنه البلدي. وهبتدي ان انا اعمل طشه الدقه اللي انا تميزت بيها على قناتي، طشه الدقه بتاعت الكبده. عايزه اقول لكم بتوديها بقى في حته تانية خالص يا جماعه. جربوا حذافير الوصفه مش هتندموا. حسيت ان الماده الدهنيه قليله فزودت معلقه زيت كمان، وابتديت ان انا اقلب. انا من الثوم مش هحمره ولا اي حاجه، انا بس بخلي ريحته تظهر مع وياخد كده تشويحه حلوه مع الفلفل اللي هو دقه الفلفل او هريسه الفلفل. طبعا بديلها يا جماعه الفلفل الاحمر المفروم اللي مدقوق. بنزل بيها بقى، طش بيها بقى على الكبده بتاعتي. وهنا بقى تبتدي الروايح تظهر ويبتدي بقى الجمال يظهر. عايزه اقول لكم حاجه كده، ريحه فعلا بتجيب اخر الدنيا. يعني انا يوم ما بعمل الوصفه دي الريحه بتجيب اخر الشارع حرفيا من جمالها. شايفين الجمال يا جماعه؟ حاجه كده تحفه تحفه تحفه، عظمه بجد 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 يا جماعه. خدوها مني ثقه، اللي ما بيحبش الكبد والقوانص هيحبها بعد الوصفه دي. وناس كتيره تشهد على كلامي، وناس كتيره فعلا ما كانوش بيحبوها حبوها فعلا بعد الوصفه دي. تتغمس بعيش، تتاكل مع مكرونه، تتاكل مع رز، براحتكم خالص. وده كده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه جديده. اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، وشكرا لكم، مع الف سلامه.